في خطوة تاريخية جديدة، توجت الجهود الدبلوماسية التي قادها الملك محمد السادس باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 الذي جدد دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. منذ اعتنائه العرش، وضع الملك محمد السادس قضية الصحراء في قلب السياسة الخارجية للمملكة، وقاد تحركاً دبلوماسياً واسعاً في إفريقيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية، حتى تحول الموقف الدولي لصالح المغرب بشكل غير مسبوق. القرار 2797 لم يكن صدفة، بل ثمرة رؤية ملكية تقوم على الواقعية، التنمية والتعاون الإقليمي. وفي الوقت الذي اختارت فيه الجزائر الانغلاق والتصعيد، واصل الملك محمد السادس نهج الحكمة، مؤكداً أن الصحراء ليست فقط قضية وطنية، بل رمز لوحدة المملكة ومستقبلها الآمن. إنه انتصار جديد يكتب باسم المغرب وبقيادة ملك آمن أن الدبلوماسية الهادئة أقوى من الشعارات الفارغة.